مجرد ان انت عندك خلفيه يبقى كويس جدا جدا، احسن من انت تبتدي من الصفر. 15 ولايه انت مع 15، تجنب الولايه دي. 1800 يورو في كل سمستر. السلام عليكم شباب، الاخبار عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بصحه وبخير وبسعاده دايما. في الفيديو ده هكلم على ازاي تختار الجامعه بتاعتك، وازاي تختار الولايه والمدينه والسكن بتاعك. فالفيديو دوت اساسي وضروري. ان احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا على ايه الورق اللي انت محتاجه علشان تقدم على الجامعات، والفيديو ده ازاي تختار الجامعات اللي انت هتقدم عليه. فخليكم معايا. دلوقتي حالا عندنا 5 طرق علشان تعرف ايه الجامعه المناسبه ليك. وبعد ال5 طرق لازم تدخل انت تتاكد بنفسك. بعد ما تتاكد بتبتدي تقدم على الجامعات. بعد ما يجي لك قبول الجامعات بتبتدي تفر الجامعات، تشوف ايه احسن الجامعات اللي عندك. لو عندك جامعتين متساويتين مع بعض بتشوف ايه احسن مدينه او ولايه تدرس فيها. فيلا بينا. ماشي، ايه الطرق بتاعتنا عشان نعرف نلاقي الجامعات اللي احنا نختارها؟ هم 5 طرق بالظبط. اول 3 طرق انك هتدخل وهتعمل سيرش اونلاين عادي جدا. عندنا 3 ويب سايت هسيب اللينك بتاعهم في الديسكربشن. الويب سايتس دي تدخل عليها وتبتدي تشوف الجامعات المناسبه ليك على حسب التخصص بتاعك. الويب سايتس بتوعنا هم الدي دي جيرمان يونيفرسيتيز وباشلر بورتال. دلوقتي احنا مجرد ما تدخل على الويب سايت من دول، السيستم يعتبر واحد حرفيا فيهم كلهم. لازم تستخدم الفلترز اللي في السيرش علشان تعرف تفصل حاجه عليك، لان انت ممكن تلاقي مثلا جايب لك 20000 كورس، مش 20000 جامعه، 20000 تخصص، في فرق. تمام، لازم تتحنا بتفلتر التخصصات عليك انت شخصيا. بتبتدي ازاي؟ بتبتدي مثلا لو انت في تجاره هتبتدي انك تحط التخصصات اللي انت عايزها اللي ليها علاقه بالبيزنس واقتصاد. كل الحاجات دي هتلاقيهم هم لممهم لك في كاتيجوري معينه. لو انت هندسه بتشوف الفلتر بتاع الحاجات الانجينيرنج. لو انت اداب او لغه برضو بتشوف الفلتر المناسب ليك علشان يجيب لك الحاجات اللي انت تعرف تقدم عليها. تبتدي برضو تفصل ان انت عايز سمستر شتوي او صيفي. عندنا موعدين للتقديم على الجامعات، الموعد الشتوي، الموعد الصيفي. الموعد الشتوي بتاعنا بيبتدي من اول شهر 5 ويقفل في 7. الموعد الصيفي بيبتدي من اول شهر 12 ويقفل في 1. تمام، انا عارف ان دوت الصيفي زي بيبتدي في 12 لان انت بتيجي هنا في الصيف، وهكذا برضو التاني مثلا بيبقى في الصيف لكن بتيجي انت هنا في الشتاء، اللي هو بتاع 5 بيبتدي في سبتمبر، بتاع 1 بيبتدي في شهر 3. تمام. احسن وقت للتقديم بتاع البكالوريوس هو دايما الشتاء. الشتاء دايما بيبقى فيه تخصصات كتير فاتحه البكالوريوس اكتر من الماستر. الماستر بالنسبه له الاثنين واحد، لكن البكالوريوس الشتاء بتاعه احسن من الصيف. فاي واحد بكالوريوس ما يروحش يقدم في 12 او يقدم في 1، لان تقريبا 70 80% من الجامعات بتبقى قافله، ففرص قبولك بتبقى ضعيفه. احنا دايما بنقول البكالوريوس فتره التقديم بتاعهم من 5 ل 7، انما الماستر مش فارق معاك دوت او دوت، الاثنين واحد بالنسبه لي. طيب ايه الطريقتين التانيين غير الثلاثه ويب سايتس بتوعنا؟ هو جوجل سيرش والفيسبوك. ازاي بقى؟ جوجل سيرش هتكتب التخصص بتاعك وتكتب University in Germany او Bachelor in Germany، اي كلمتين بعديهم بيوضحوا ان انت عايز تدرس حاجه في المانيا. تمام. الفيسبوك بقى ازاي نستخدمه؟ تلاقي عندك جروب مشهور جدا اسمه الدارسين في المانيا او المصريين في المانيا. هتلاقي الجروبات دي تقريبا عليها 250,000. هتدخل على جروب منهم وتكتب في السيرش برضو اسم التخصص بتاعك، هتكتبه مره بالانجليزي مره بالعربي، وتشوف كل البوستات كل الكومنتات اللي بتتكلم عن التخصص بتاعك. لو حد سافر وهو في نفس التخصص بتاعك تواصل معاه، حاول تستفسر منه، لان دايما احسن حاجه تعملها هو انك تكلم واحد مر بنفس التجربه بتاعتك بالظبط، وتشوف البوستات ديت، تقرا، تتعلم، تستفيد. وبال5 طرق دي صدقني انت هتعرف انهي جامعه اللي انت هتيجي عليها. ما تنساش ان انت يبقى عندك نوته، ورقه وقلم، ملف، اي حاجه تسجل فيها اسامي الجامعات ديت وتسجل فيها اسم التخصص في كل جامعه. نيجي على بقى لما تيجي تقدم على الجامعات نفسها، لازم تشوف الجامعه دي في ولايه ايه. احنا هنا في المانيا في 16 ولايه. تمام. في ولايه منهم هتلاقي مصاريف الجامعه فيها مثلا بيكتب لك 200 او 300 يورو بس، انت بتدفع للولايه على كل سمستر 1500 يورو. فخلي بالك ما بتكونش 300 يورو بس للجامعه، لا بتبقى 1800 يورو في كل سمستر. يعني احنا بنتكلم في 3000 ونص يورو في السنه للجامعه، 300 للجامعه، 1000 ونص للولايه. خلي بالك جدا من الحته دي. اسم الولايه هو بادن فيرتنبرج. تيجي تقدم على جامعات تجنب الولايه دي. خلي بالك 15 ولايه انت مع 15 بس، مش ال 16 كلهم. تعليم في المانيا ببلاش، هو صح، لان دي بتبقى كلها حاجات رمزيه جدا. 200 يورو في السمستر ديت انت بتاخد اكتر منها 1000 مره. لكن الولايه ديت تبتدي تدخل في ارقام تانية علشان خاطر الولايه نفسها هي اللي بتاخد الفلوس. على اي طالب مش معاه اي هويه اوروبيه، يعني اي طالب انترناشونال تاخد منه الفلوس دي. بعد ما تختار او بعد ما يبقى عندك لسته الجامعات بتاعتك، هترجع للفيديو رقم 3 في البلاي ليست بتاعت السفر لالمانيا، وتشوف الورق اللي انت محتاجه وتظبط الورق بتاعك، وتبتدي تختار الجامعات ديت من على الاوني اسيست، وتبعت لهم الورق دوت بنفسك على حسب كل جامعه والنظام بتاعها. بيبقى كله مكتوب على الويب سايت بتاع الجامعه نفسه، او بيبقى مكتوب حتى على الويب سايتس اللي انا قلت لك عليها، او على الاوني اسيست نفسه بيبقى مكتوب برضو عليه الموضوع دوت. بعد ما يجي لك ان شاء الله قبول من كذا جامعه، لان افتراضا ان انت قدمت على 5 جامعات، فان شاء الله يعني القبولات مش صعبه يعني يا شباب، القبولات سهله جدا. اسهل حاجه اصلا في موضوع السفر دوت هو القبول. ندخل على ان انت جالك قبولين او 3، تختار انهي جامعه فيهم. الموضوع ده مهم جدا. في ناس هيروحوا يختاروا الجامعه على حسب الرانك بتاعها. مثلا لو الجامعه عنده مثلا في الرانك رقم 250، واحد تاني مثلا في الرانك رقم 100، يقول لك لا الرانك رقم 100 احسن. هو الرانك رقم 100 احسن لكن اصعب. ده موضوع فيديو تاني هنتكلم فيه على نصايح للدراسه نفسها هنا للناس اللي بيدرسوا هنا. ففي ناس دايما بتنخدع باسم الجامعه او بالرانك بتاع الجامعه. صدقني يعني ممكن تروح مثلا جامعه تخلصها في 5 سنين، ممكن تروح الجامعه تانية ما تعرفش تخلصها، وتضطر انك تنقل لجامعه تانية لان انت خلاص يعني جبت اخرك فيها ومش عارف تخلص. بيحصل كتير جدا هنا.
محدش هينخدع بالموضوع ده. دلوقتي حالا هنعتبر ان انت على حسب الولايات تختار انهي جامعه. عندك جامعه مثلا زي بتاعه ديجندورف، مدينه معزوله تماما عن كل حاجه. في عندك جامعه تانية مثلا زي ديسبرجيسن او جامعه اخن او كل الكلام ده. اختار الجامعه عن طريق انك هتاخد اسم الجامعه واسم المدينه وتعمل سيرش على جوجل، وتحاول تشوف الجامعه دي اللوكيشن بتاعها فين. هل هو في مكان مقطوع تماما خالي في مدينه صغيره جدا، ولا جامعه في ولايه مثلا محترمه جنبك مدن كبيره فيها فرص شغل كتير او خير؟ لان انا بفترض ان معظم الناس بيتفرجوا عليا، لو ما كانش كلهم، هو هيجي هنا هيشتغل علشان خاطر يمول الدراسه بتاعته. لو انت رحت حرفيا في جامعه في حته مقطوعه، صعب جدا انك تلاقي شغل، صعب جدا. يعني ان شاء الله تلاقي وكل حاجه لو انت مشيت على التبس اللي انا هديها في الفيديوهات الجايه، بس ستيل احصائيا الموضوع ما هوش في صفك. احسن مثلا تدرس مثلا في جامعه زي اخن او ديسبرجيسن، انت حوالي كل المدن انت ممكن تخيلها هتلاقي شغلانه ان شاء الله برضو بسهوله اكتر من مدينه تانية. دلوقتي حالا في الفيديوهات القديمه كنا بنتكلم دايما على عندك السمستر تيكت بتاعتك. السمستر تيكت اللي هي بتخليك تتنقل في كل الولايه بتاعتك ببلاش، صح؟ تمام. الموضوع ده اتلغى، بقى دويتشلاند تيكت، يعني التيكت بتاعت المانيا كلها، بتروح في اي حته في المانيا ببلاش. هو انت طبعا بتدفع، بتبقى محسوبه تبع مصاريف الجامعه في السمستر، لكن ستيل احنا كده كده برضه نحسب اللي هو بنقول ببلاش، يعني حاجه رمزيه. يعني انت هنا لو مواصلات عادي جدا من غير كل الحاجات ديت تدفع فيها اكتر. عموما دي كده بالنسبه لاختيار الولايه واختيار المدينه بتاعتك. حاجه مهمه جدا، ناس كتير بتبعت لي بتقول لي اقدم على الجامعات اللي في انهي ولايه. لا، طب تختار الجامعات وتصفي في الجامعات على حسب الولايه. انت مش بتشوف الولايه بعد كده تقدم على الجامعات اللي فيها. يعني انت مين قال لك او مين عرفك ان انت لما تقدم على الجامعات اللي في الولايه ديت هيجي لك قبول فيها بنسبه كبيره؟ لا، انت بتقدم على الجامعات كلها المتاحه لك ومتاحه للتخصص بتاعك، بعد كده تبتدي تفلتر في الجامعات على حسب الولايه او حسب المدينه. انا مش بتختار المدينه وتقدم على الجامعه على حسب المدينه. الموضوع بديهي، لكن انا كان بيجي لي اسئله كتير جدا فيه. هنيجي على السكن. على حسب القبول بتاعك هتلاقي سكن بسهوله او لا، على حسب قبولك جه في انهي فتره. دلوقتي حالا معظم الطلبه بتسيب السكن بتاعها لما السمستر يخلص. يعني لو احنا عندنا مثلا السمستر بتاعك، لو احنا عندنا مثلا السمستر بيخلص في شهر جولاي وبيخلص في شهر فبراير، فلو انت جالك القبول بتاعك قبل شهر 2 بشويه او جالك قبل شهر 7 بشويه وقدمت على السكن الجامعي، بنسبه كبيره هيجي لك سكن، لان انت اسمك في الليسته هيبقى من الاسامي اللي فوق. لان انت لو جالك قبول متاخر بعد لما السمستر ابتدى بشهرين وبتروح تقول لهم عايز اقدم على سكن جامعي، يقول لك تمام بس مش هيجي لك حاجه قريب، لان انت اسمك بيتحط تحت جدا في الليسته. هي بتبقى لسته حرفيا، وكل واحد بيجي دوره بيبعتوا له ايميل بيقولوا له خلاص تمام انت السكن بتاعك هتستلمه في اليوم الفلاني، تعالى في الساعه الفلانيه، المفتاح كذا كذا كذا. فده كده بالنسبه للسكن الجامعي. حلو، هتسكن بره السكن الجامعي، هتختار ازاي السكن؟ هيبقى عندك حاجه من 3 حاجات: في جيج جسوخ، اي باي، او جروبات برضو الفيس. الفي جيج جسوخ ده موقع هسيب اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، هتدخل عليه وتحط المدينه، تحط المعلومات اللي انت عايز الشقه بتاعتك تبقى متفصله عليها، وتبتدي تعمل سيرش وتتواصل مع الناس اصحاب الشقق. وخلوا بالكم الله يخليكم من النصب، لان الحاجات دي بيبقى فيها نصب وكتير جدا، مش عشان انت جاي انا فيش نصب، هي حاجه مشبوهه زي اللي هو حول الفلوس الاول كل الكلام دوت، او حول مثلا نسبه من الفلوس عشان خاطر نوريك الشقه، اي حاجه من الكلام ده فوق. تمام، يعني النصب بيبقى واضح جدا. اي باي برضو كانت سايجه نفس الموضوع، هتدخل عليه وهتعمل سيرش على شقق ايجار او اوض ايجار، وبتبتدي برضو تفحص المكان والعروض وتقارنهم ببعض. فيسبوك بقى ازاي؟ هتدخل وتحط اسم المدينه وتحط جنبها مثلا فونوك او اي حاجه ليها علاقه بالسكن في المدينه ديت، وتدخل تنزل بوست وتقول للناس انا عايز سكن هناك. حاجه برضو كمان تبع الفيسبوك هو انك هتدخل تكتب مثلا المصريين فيه وتحط اسم الولايه. هتلاقي دايما جروب فيسبوك لكل ولايه حرفيا، بس معظمها تبقى الولايات الكبيره مثلا او مدن مثلا كبيره زي ميونخ مثلا، في مثلا جروب اسمه مصريين في ميونخ. تدخل هناك تبتدي برضو تنزل اللي هو انا عايز شقه هناك، وهتلاقي كذا حد بيعرض عليك ان شاء الله لو في، يعني تمام. على بيبقى على حسب المدينه برضو، في مدن كبيره ما فيش فيها سكن. تعمل ايه لو المدن الكبيره جدا دي ما فيش فيها سكن؟ تبتدي تدخل على جوجل مابس وتبتدي تشوف المدن القريبه من المدينه ديت، وتتاكد ان المدينه دي فيها محطه بانهوف. ما تروحش للمدينه معتمد على الباصات، لا، تروح لمدينه تبقى لازقه في المدينه الكبيره في الجامعه بتاعتك، والمدينه ديت تحط الدايركشن ما بين المدينه دي للمدينه ديت، وتشوف في قطر او في باص او لا. لو الباص اكتر من نص ساعه بلاش، يعني دايما لو هو ايه مثلا عندك باص نص ساعه مثلا باص ساعه، شوف الاول المدن او قطر، شوف مثلا المدن اللي في خلال نص ساعه تبقى في المدينه الثانيه. لو ما فيش فيها سكن تروح على المدن اللي في خلال ساعه، هكذا لحد ما انت تلاقي السكن بتاعك. تمام، برضو كل الكلام ده برضو الورقه والقلم بتاعتك او النوته بتاعتك سجل كل حاجه، سجل مش انا عايز المدينه الفلانيه، المدن اللي حواليها مثلا في قطر مساحته مثلا نص ساعه مواصلات، مدن كذا 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 هكذا 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 هكذا، عشان تعرف تفلتر صح تلاقي المدينه بتاعتك. اعمل حسابك هنا وانت بتلاقي سكن بيبقى في حاجه زي الكاوتسيون، تمام، حاجه زي اللي هو الديبوزيت او التامين، ده بيطلب في اي سكن، حتى السكن الجامعي بيطلبوا منك برضو تامين. انا بالنسبه للاوضه بتاعتي دافع تامين ليها وانا في مصر 900 يورو، هو كان 1200
1200 300 بتوع الايجار. ايام ما كان الايجار ب 300، دلوقتي حالا بدفع 350 ايجار الاوضه اللي انا قاعد فيها. فانا كنت محول 1200، 900 للتامين و300 تانيين بتوع الايجار، فكان التوتال 1200 يورو. خلي بالك برضو ان على اغلب الاوقات الكاوتسيون دوت بيبقى 3 شهور الايجار. يعني انت لو انت رحت تاجر حاجه ب 500 ما تتفاجئش لو هو طلب منك كاوتسيون 1600 يورو زائد ال 500، فطلب منك توتال 2100 مثلا، ما تتفاجئش. تمام. بس ده برضو بيبقى حاجات على حسب هل هي شقه، هل هي اوضه، كل الكلام دوت الكاوتسيون بيتحدد عليها. لو رايح مدن كبيره جدا جدا جدا، بنتكلم على دوسلدورف، ميونخ، برلين، كل الحاجات دي، ممكن كمان يطلب منك اثبات الدخل. ممكن يطلب منك مثلا عقد الشغل، مثلا اثبات الدخل ل6 شهور. هو عايز يعرف ان انت مثلا شغال بقالك 6 شهور متواصلين، تمام، ومرتبك مثلا يعرف يغطي الشقه دي بسهوله. بس دي في يعني في حالات المدن الكبيره وفي حالات الشقق المحترمه يعني. لكن بالنسبه للسكن الجامعي بيبقى الموضوع اسهل وبس. والمفروض ان انت كده تبقى عارف الجامعات اللي انت تختارها، المدن اللي انت المفروض تقعد فيها، من غير ما يبقى عندك معلومات كتير عن المانيا. يعني بتكلم بس مجرد السيرش وانت في مصر، لان دي حاجه كويسه ان انت تبقى اوريدي عارف او يبقى عندك خلفيه بالظبط ايه المدن او ايه الجامعات او ايه الولايات او السكن بيتجاب ازاي. مجرد ما انت عندك خلفيه يبقى كويس جدا جدا، احسن من انت تبتدي من الصفر ويبقى الباقي سهل. احنا هنا في الفيديو دوت احنا اتكلمنا على المسافات علشان خاطر يعرف يسهل علينا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله في المستقبل لما نتكلم على نسب انك تلاقي شغل. انت كل ما انت كنت قاعد في ولايه اكبر فيها ناس اكتر فيها بيزنسز اكتر، طبيعي جدا انك فرصه انك تلاقي شغل اعلى من المدن او القرى او الحاجات المرميه بعيد. فده كان الفيديو رقم 4 في السلسله بتاعتنا. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم على الحساب البنكي المغلق، وان شاء الله الفيديو اللي بعديه هنتكلم على المرحله الثانيه في السفر اللي هو التقديم على الفيزا، لان من شروط التقديم على الفيزا حساب البنك المغلق بتاعنا. وان شاء الله الفيديو اللي بعديه هنتكلم على البعثات، ثم مجيك لالمانيا، ثم نصايح قبل السفر لالمانيا، نصايح بعد ما تيجي هنا تعمل ايه في الورق وكل الكلام دوت. وبعد كده هنتكلم في فيديو ازاي تلاقي شغل، بعد كده هنتكلم في فيديو ازاي تحضر نفسك انترفيو، سي في، اللغه، وازاي تلاقي شغل وتبتدي هنا. بعد كده يبقى نصايح ازاي تظبط الدراسه بتاعتك مع الشغل بتاعك مع حياتك الشخصيه هنا، كل الكلام ده. السلسله هتبقى مغطيه كل حاجه تقريبا. السلسله دي تبقى الحاجه الوحيده اللي انت تحتاجها علشان تعرف ازاي تسافر بكل سلاسه وكل بساطه. طبعا في الاخر مش هننسى الاوز بيلدونج، ومش هننسى الماستر او الدكتوراه او كل طرق السفر التانية. لكن انا كنت عايز اغطي كل حاجه هنا بالنسبه للبكالوريوس. ارجعوا لاول فيديو انا كنت بتكلم فيه على ازاي همشي السلسله ديت صح، بحيث ان انا اغطي كل حاجه ان شاء الله. لحد فيديو جاي، السلام عليكم.